شنو هي العلاقة بين المافيا الإيطالية وكرة القدم، وخصوصا مع اللاعب العالمي الشهير دييغو أرماندو مارادونا؟ مارادونا اللي عنده جوج ديال اللقطات من أشهر اللقطات اللي دازوا على مر التاريخ في عالم المستدير. اللقطة الأولى اللي كتسمى بيد الإله، هاد الهضره هادي على لسان الارجنتيني اللي كيقول لك ان يد الاله تدخلات وماركات في الشباك ديال الانجليز ملي كانت لعبه الانجليز ضد الارجنتين في ربع النهايه ديال المونديال 86. وعنده اللقطه اخرى، اللقطه الثانيه اللي ما كتنساش في تاريخ كره القدم، اللي انت اللي كتفرج في كره ضروري تكون عارفها، هي ملي دخلات ممرضه ومشات عند دييغو مارادونا وشداتو من يديه وغادا به باش دير ليه فحوصات على تعاطي المنشطات. جميل. اذا الحلقه ديال اليوم هي الجزء الثاني من قصه حياه دييغو أرماندو مارادونا مع كره القدم ومع المافيا الايطاليه ومع تعاطي المنشطات. الفيديو اللي فات واللي الجزء الاول ضروري خصك تفرج فيه قبل ما تفرج في هذا باش تعرف القصه ديال المستديره والخبايا والاسرار ديالها. هضرنا على قصه مارادونا وتعاطي المنشطات وانه كان كيلعب في نادي برشلونه الى غير ذلك. الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش ان المافيا الايطاليه وسوق الرهانات كيتحكم في مجريات المباريات. اذا خليناها في فوز منتخب الارجنتين، ماشي اللي كيلعب مع ميسي دابا، لا، منتخب الارجنتين في 86 اللي تنظم في المكسيك واللي فاز به المنتخب الارجنتيني بفضل دييغو مارادونا. من بعد ما مارادونا دا الكاس رجع يلعب في النادي ديالو الايطالي نابولي، واللي سبق لينا وقلنا ان النابولي اللي كان في الدوري الايطالي كانت هذه الفريقه هذه ديال نابولي اللي كتعرفوها حاليا كانت كتلعب في اخر التصنيف، يعني في اخر الترتيب، وبفضل مارادونا تخيل معايا تهزات من اخر الترتيب، يعني كانت باغا تبقى مقاتله باش تبقى في الدوري ديال المحترفين. بفضل مارادونا عنده بحال الشكل ديال ميسي، كتعطيه كره كيحطها لك في الشبكه، ما تيفكرش بزاف، ماشي بحال ابراهيم دياز ولا بحال المنتخب ديالنا خصو يراوغ ويدور، لا، باش جايه باش غادا للشبكه، موهبه ديال الخالق عنده في رجليه. اذا بهاد الموهبه اللي عند مارادونا نابولي ما بقاش لتحت، لا، ولا كينافس باش يدي البطوله ولا الفوق. وهذا الشيء هذا شنو دار؟ خلق واحد المشاكل كبيره من للمافيا الايطاليه. علاش؟ حيت كانت كدير الرهانات اللي كنقولوا دابا 1 اكس بيت والقمر وهذا الشيء، شحال هذه ما كانش التطبيقات، كانوا سوق الرهانات. فهما يعني المافيا الايطاليه او الايطاليين بشكل عام كانوا كيشوفوا يعني نابولي كيفاش هذه جايه، هاد نابولي فيها مارادونا كيخربق علينا الحسابات ديالنا، حنا كنديروا الاحتماليه ديال نابولي خاسره ضد اسي ميلان ولا الانتر ميلان، بفضل مارادونا كتقبل لينا الورقه. اذا هاد مارادونا هذا خارج لينا في سوق الرهانات في القمر، يعني هنا ولا واحد التشابك والترابط بين اش واش حسب المقالات والمصادر الايطاليه، تيقول لك انه يعني سوق الرهانات ولا كيخربق لينا كره القدم. جميل. دابا هنايا يعني المافيا الايطاليه ولات كتشوف بحال هكا في دييغو أرماندو مارادونا انه كيخسرها الفلوس. وانتم عارفين العقليه ديال المافيا، ماشي المافيا اللي كتشوفوها في الافلام والمسلسلات ديال لا غادي نسالي معاك، لا لا لا، العقليه ديال المافيا كيكونوا اذكياء، ماشي كيساليو معاك، كيجيو لعندك تيتقربوا ليك، تتولي صاحبهم، تيتعاشروا معاك ويدخلوا لك في الحياه ديالك ويخربقوها لك من داخل. داكشي اللي دارت المافيا الايطاليه لدييغو أرماندو مارادونا اللي كان هاز نابولي في الدوري الايطالي، يعني كانت اسي ميلان والانتر ميلان واليوفي كانوا كيحيروا مع نابولي وكان كيخسروا من الريالات، تقربوا من أرماندو مارادونا. واش داروا ليه؟ باش داكشي كتسمعوا ديال رفقه السوء بلاوه، باش تبلا. هو اصلا كان عزيز عليه داك الهيت، يعني هو في الارجنتين والبرازيل وحتى في بعض الشعوب، يعني بعض الاحياء المغربيه الشعبيه كنقولوا كيكون فيهم ديك روح الطيش، يعني تجي تقول لي لا قصروا واخا يكون ما عرف شنو، يقول لك يلا الليله نعميوها هكا. كان دييغو مارادونا صافي كيمشي لي بواط، كيمشي يسهر ويسكر ويضرب الطاسه وما كيخلصوه وما كيديوه لاحسن البلايص. علاش؟ باش ما يبقاش دييغو أرماندو مارادونا كيدوز الحصص التدريبيه ويولي تيغيب تيمنك نوضي الكريشه يدوخ في الراس ديالو، ما يبقاش مسوق للكره بزاف. وراوه المافيا الايطاليه واحد الحياه ورديه، النساء، السيارات، ألد أجود أنواع الدقيق الأبيض، ألد أجود أنواع الخمر. ودييغو مارادونا ولات ما بقاش عنده اللياقه البدنيه، نابولي بدا تيهبط والارباح ديال المافيا ولات كتطلع. وفي هذاك العام نيت نادي اسي ميلان هو اللي دا البطوله، وعاقوا باللي يعني دييغو أرماندو مارادونا كيصوروه، راه كاينين الصحافه كتمشي لشي بلاصه راه كيصوروك، ملي كتكون مشهور ما كتبقاش تعيش حياتك عاديه، كيولي كلشي يتابعك، راه دير صناعه المحتوى كلشي غادي يتبعك، فما بالو كتكون لاعب كره تصوير كذا. داروا ليه في 90 في 1990 يعني شي تهم ولفقوا ليه شي لعيبات وبالصور والادله ديال تعاطي المخدرات.
وحيدوه من الدوري الايطالي. وهكا بداو كيطفيو الشعله ديال ارماندو مارادونا. احتاج اسمع مزيان، احتاج كاس العالم في 94 فين بحال كاس العالم هذا في الولايات المتحده الامريكيه. وكما كتعرفوا وكما الشعب الامريكي والولايات المتحده الامريكيه ما مسوقينش لكره القدم، ما كيعطيوهاش داك الاهتمام الكبير. هما عندهم الباسكيت الريغبي، يعني هما داكشي اش كيتسوقوا. هما اللي شافوا ان يعني ها كاس العالم منظم في امريكا في 94 وما كاينش اللي مسوق ليه، شنو خاصنا نديرو؟ كاين ما داروا دابا غنعيطوا لنيمار. علاش غادي نعيطوا لنيمار؟ حيت عنده واحد القاعده جماهيريه كبيره ومعروف، غادي يولي شويه ديال البوز في كاس العالم. اذا في 94 في امريكا الارجنتين لعبه قالوا لهم شوف عيطوا لمارادونا، واخا هكا واخا كذا، المهم راه محبوب وعنده جمهور اسطوره، كون كما بغى يكون اسطوره، يعيطوا ليه يلعب في الارجنتين. وكما قلنا مارادونا دوت شحال ما كيلعبش، اللياقه البدنيه ما عندوش، فاتفق كيقولوا حسب المقالات والمصادر رئيس الفيفا وبعض المسؤولين الكبار وتا المدرب ديال المنتخب الارجنتين ان دييغو مارادونا خاصو شي يدير، يعني ما عندوش اللياقه، خصنا نعوضوها ليه باش بالمنشطات، يعني المنشطات يضرب المنشطات باش يولي كيلعب، باش ملي يدخل المباراه يدير شي حركه يماركي شي كور، نعاونوه نديروا ليه واحد البوست ماشي طبيعي بالمنشطات. اتفقوا ومارادونا تا هو وافق وضرب المنشطات ولعب شي ماتشات، ولكن في نفس الوقت كان قالب، يعني ما عرفناش ديك القضيه كيفاش، واش مؤامره واش شي لعيبه. هي ديك اللقطه اللي قلنا الشهيره في البدايه، دخلت الطبيبه وهزاتو من وسط التيران وداوه داروا له فحوصات، لقاو فيه 5 انواع ديال العقاقير وتوقفات الحياه يعني ديال كره القدم بالنسبه لمارادونا وسالاو معاه. ومن بعدها يعني دييغو مارادونا دخل العالم التدريب، بقى كيدرب حتى وصلت 2020 ميلاديه وتوفى دييغو ارماندو مارادونا رحمه الله عليه، وسالت القصه ديالو. وفي الاخير في واحد اللقطه طريفه يعني كتروج، غير تروج يعني شائعه من الشائعات، ماشي بصح هاد الهضره هذه غير من اجل المزاح، كيقولوا ان بونو مول الضحكه علاش تيضحك. عقلتوا على الماتش ديال بلجيكا ملي كانت لعبه بلجيكا والمغرب في كاس العالم قطر، تما قال الركراكي قال راسي دارني راه هادشي بزاف ما لعبش. علاش ما لعبش بونو؟ تيقولوا شائعه ماشي بصح، تيقول لك ان بونو كثر لا دوز ديال المعجنات. علاش تيضحك؟ تيضرب المعجون، فهمتي؟ تيضرب المعجون وتيدخل يلعب الماتش، ديك المعجون هو اللي تيخليه يضحك، ديك الستريس ديال المدرجات وكذا ما تيشدش فيه. والماتش ديال بلجيكا بونو ضرب المعجنات وفات لا دوز وشرب عليها شي كاس سخون وطلعت ليه التبويقه بزاف، قال لك راه هادشي قويت دخل الاخر صافي. وراه تلاحظوها راه ما يمكنش حتى كتلعب وكتضحك، وما تيقولوا هذه شائعه اللي من اجل المزاح فقط. وبالنسبه للناس اللي متبعيني وكيتفرجوا في الدل المغربي، يعني المواضيع ديال الوعي وما وراء الطبيعه والفضاء والسماء والسب كونشس مايند وكونشسنس الى غير ذلك، كنقول لكم ديما يعني هذه القضيه اصلا تخليها حتى الاخر. يعني الناس اللي مهتمين ادخل عندي الباج غادي تلقى يعني ديك الزر الازرق التسجيل ولا سين اب، غادي تدخل تما تلقى باقي المعلومات. لما هذاك الشيء مديور الناس اللي عندها تساؤلات وجوديه فكريه دينيه عميقه غريقه عملاقه، اللي باغي يفهم، اللي عنده شي خبايا، اللي باغي يغير من حياته ماليا طاقيا ذهنيا فكريا جسديا، تما كنقدموا مساعدات يعني، ولكن ماشي مجانيه. المعلومه المجانيه كنخليوها غير هنا، المعلومات القاصحه الغارقه خاصك تكون متمكن ماديا، حيت ما يمكنش لك توصل لشي مستويات ديال الوعي والروح وانت مقود عليك.